في قلب الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً حيث تلتقي الإثارة الكروية بتقلبات الطبيعة الغاضبة. عاشت الجماهير ليلة مونديالية لا تنسى، ليلة لم تكن مجرد اختبار تكتيكي داخل المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى معركة حقيقية ضد عناصر الطبيعة. هنا قناة أخضر أكثر، واليوم نغوص معكم في أعماق العرض السينمائي المثالي الذي قدمه الصقور الخضر أمام منتخب بورتوريكو في مواجهة انتهت بثلاثية نظيفة للأخضر، وشهدت حدثاً تاريخياً سيبقى عالقاً في الأذهان لفترة طويلة. المباراة بدأت وسط أجواء مشحونة وترقب كبير من الجهاز الفني، الذي أراد استغلال هذه المواجهة لتطبيق الأفكار التكتيكية الصارمة التي تم التدرب عليها في معسكر أوستن بتكساس. منذ الصافرة الأولى ظهر الإصرار السعودي واضحاً لفرض أسلوب اللعب والاستحواذ الهجومي الكاسح والضغط العالي على حامل الكرة في مناطق بورتوريكو، ولم يتأخر الفرج والبريكان والدوسري في إرسال رسائل التهديد، حيث تنوعت الهجمات بين اختراقات سريعة من الأطراف وتمريرات بينية في عمق الدفاع البورتوريكي الذي بدا عاجزا ومصدوما امام السرعه والجاهزيه البدنيه العاليه للاعبي الاخضر. على هدف سعودي اول، هدف سعودي اول. حلوه الكوره، حلوه ثقه سلطان مندش واصراره عندما اخطا في التمرير. تابع الكره وخطفها من لاعب منتخب بورتوريكو من الزاويه الضيقه. سجل هدفا مشابها امام الاكوادور، لكن هذه شوف توقف سعود، لكن سلطان لم يتوقف. هنا خطف الكرة وصوب مباشرة. الهدف الأول جاء ليتوج هذا الضغط الرهيب بعد جملة تكتيكية منظمة بدأت من خط الوسط لتصل الكرة إلى الشباك وتعلن عن تقدم مستحق للصقور. هذا الهدف فتح الشهية الهجومية للأخضر وجعل المنتخب يتحكم تماما في رتم وإيقاع المباراة وسط تنظيم دفاعي حديدي قاد فوتنبكتي والبليهي، ومن خلفهم الحارس الخبير الذي أبعد كل الكرات العالية بيقظة تامة. ولم تمر سوى دقائق معدودة حتى ضاعف المنتخب السعودي النتيجة بالهدف الثاني بطريقة سينمائية تعكس حجم التناغم والانسجام الكبير بين عناصر الفريق والصفقات الجديدة والدولية، ليتأكد الجميع أن الصقور في طريقهم لتقديم حصة تدريبية قاسية وممتعة في آن واحد. ولكن في غمرة السيطرة السعودية المطلقة، وفي اللحظة التي كان يبحث فيها الأخضر عن تعزيز النتيجة بهدف ثالث، حدث ما لم يكن في الحسبان. فجأة تحولت الأجواء وصوت المدرجات الصاخبة إلى ترقب حذر، بعد أن أعلنت السلطات والمنظمون عن إيقاف المباراة فوراً وإخلاء الملعب. السبب لم يكن خطأ تنظيمياً ولا شجباً جماهيرياً، بل كان قوة قاهرة لا يمكن التصدي لها. عاصفة رعدية هوجاء وضربات برق عنيفة ضربت سماء الملعب وهددت سلامة الجميع. هذا التوقف المفاجئ وضع أعصاب اللاعبين والأجهزة الفنية على المحك، حيث اضطر الجميع للانتظار في غرف الملابس وسط مخاوف من تأجيل المباراة أو تأثر اللياقة البدنية للاعبين بعد أن بردت عضلاتهم بسبب هذا التوقف الطويل والقسري. لكن العقلية الاحترافية التي زرعها الجهاز الفني في معسكر تكساس ظهرت جلية في هذه اللحظة الحاسمة. إدارة المنتخب والاتحاد السعودي تعاملوا مع الموقف بذكاء استثنائي، حيث تم تطبيق برنامج استشفاء سريع وتدريبات إحماء مصغرة داخل الممرات المغلقة للحفاظ على مرونة العضلات وجاهزية اللاعبين الذهنية. وعندما هدأت العاصفة وتراجعت الغيوم وعاد اللاعبون إلى أرضية الميدان المستنقعة بالمياه، ظن البعض أن الإيقاف الطويل سيكسر رتم الاستحواذ السعودي ويمنح بورتوريكو فرصة لالتقاط الأنفاس والعودة في النتيجة. لكن الرد السعودي جاء سريعا وصادما على أرضية الملعب. الصقور دخلوا الشوط الثاني وكأن المباراة لم تتوقف لثانية واحدة، بتركيز لياقي هائل وتنظيم تكتيكي صارم في وسط الملعب بقيادة كنو والمالكي، الذين أحكموا قبضتهم على الدائرة ومنعوا أي محاولة ارتداد للمنافس. ومن هجمة مرتدة منظمة وسريعة للغاية تمكن الأخضر من إطلاق رصاصة الرحمة وتسجيل الهدف الثالث ليؤكد تفوقه المطلق ويسحق آمال بورتوريكو تماما بالثلاثة النظيفة. هذه النتيجة لا تعكس فقط الفوارق الفنية الكبيرة لصالح المنتخب السعودي، بل تثبت أن هذا الجيل يمتلك مرونة ذهنية وبدنية خارقة قادرة على التعامل مع أصعب الظروف المناخية والجغرافية بامتياز.
هذا الفوز العريض بالثلاثة والتعامل الذكي مع سيناريو العاصفة المفاجئة يبعث برسالة طمأنينة قوية لكل الجماهير السعودية قبل الدخول في معمعة المواجهات الرسمية الكبرى. التشكيلة التي وثق فيها المدرب أثبتت أنها على قدر المسؤولية، وأن رحلات الطيران الطويلة والمسافات القاتلة لن تكون عائقاً أمام صقور اعتادوا على الطيران في أعلى القمم وقهر كل الفخاخ الجغرافية والمناخية. الخطة تسير بدقة، والانسجام وصل إلى ذروته، والقادم سيكون أعظم وأقوى بإذن الله. اشترك الآن في قناة أخضر وأكثر لتكون معنا في قلب الحدث وتتابع كل التحليلات التكتيكية والكواليس الحصرية للمنتخب أولاً بأول. واكتب لي الآن في التعليقات بكل صراحة كيف رأيت تعامل المدرب واللاعبين مع حادثة العاصفة المفاجئة، ومن هو النجم الذي استحق لقب رجل المباراة في هذه الثلاثية النظيفة؟ شاركوني آراءكم ونلتقي في الفيديو القادم. على هدف سعودي أول، هدف سعودي أول. حلوة الكورة، حلوة ثقة سلطان مندش وإصراره عندما أخطأ في التمرير. تابع الكرة وخطفها من لاعب منتخب بورتوريكو من الزاوية الضيقة. سجل هدفا مشابها أمام الإكوادور، لكن هذه شوف توقف سعود، لكن سلطان لم يتوقف. هنا خطف الكرة وصوب مباشرة بقدم اليسرى. هدف جميل في إتقان عالي وإتقان رائع من جانب سلطان. يا سلام على كرة ويا سلام على إصرار. ضغط من جانب الحمدان وافتكاك الكرة وفرصة. الله على كرة حلوة يا حمدان، جميلة جدا الكرة، افتكاك رائع وثقة كبيرة في التصويبة مباشرة من فوق سيباستيان كاتلر لأن يسجل هدفا مستحقا حقيقة لعبد الله الحمدان. مجتهد. شوف الضغط العالي على المدافع كالديرون، خطف الكرة ثم هنا شاهد تقدم حارس المرمى وصوب مباشرة من فوق كوتلر لأن يسجل الهدف الثاني. 2 أصبحت النتيجة وهدف مستحق لعبد الله الحمدان في التقدم إلى الأمام وفرصة للمرور وهدف جميل لسالم الدوسري. نعم، اكتملت اللقطة التي أريدها، اكتملت الكرة التي كنت أنتظرها. نعم، جملة جميلة ورائعة من جانب سالم الدوسري، ويحاول في أكثر من مرة حتى نجح في هذه الكرة، والتفاهم كان جميل وخادع فيها لاعب بورتوريكو. مهارة سالم وقدراته الكبيرة جدا في هذا المرور والتصويب مباشرة وهدف ثالث للأخضر.